السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. النهارده بقى هنعمل اعظم صينيه فته هتجربيها. انا بعمل فته حلو جدا بشهاده كل اللي بيجربها مني، طعمها حلو قوي. هقولك ازاي بسلق اللحمه وبطلع منها احلى شويه شوربه تقدري تعملي بيهم فته وتقدري تعملي بيهم صينيه رقاق. شايفين اللحمه تسويتها تجنن. يلا بينا نسمي الله ونبدا بالطريقه، وما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو. طبعا اللحمه هنسلقها، فهنا ممكن اي قطعيه لحمه تنفع. طالما اللحمه هتتسلق مش هتفرق قطعيه اللحمه اللي معاكي. انا بحب اللحمه تكون ملبسه شويه، وزي ما بتحبيها هاتيها. هنقطع اللحمه، انا مش بقطعها كبيره قوي ولا صغيره قوي، وبحبها بالحجم ده. شايفين قطعناها كده، وعشان شوية شوربة تجنن لازم بقى الماسورة دي. الناس اللي بتحب الشوربة دسمة، الماسورة ديت هتجيب لك يعني من الآخر. حلة كده بحطها على النار وبتسخن، وبعدين بنزل باللحمة بتاعتنا. انا عادة مش بحب اسلق لحمة كل يوم، فممكن اعمل كمية لحمة كويسة تكفيني، يعني نعمل منها النهاردة صينية وتاني يوم كمان صينية. بنزل بالحبهان وورق اللورة، كام ورقة كده من ورق اللورة وكام فص من الحبهان، وبصلتين كده بحجم وسط. بشوح الكلام ده كله كده في قلب بعضه، وبنزل عليهم بمعلقة سكر صغيرة. بيسهل معايا التسوية وبيخلي اللحمة طرية وجوسي كده، وطعمها حلو جدا. بعد ما شوحتها احط الماسورة بتاعتنا، وبعدين بنزل عليها بمية مغلية. سبتها تقريبا نص ساعة. بصوا بقى كانت ابتدت تستوي وطلعت شوربة كده تجنن. شايفين كمان النخاع اللي في الماسورة عامل ازاي. انا بنزل عليهم بكيس من ال11 بهار، او نص معلقة من السبع بهارات لو ما عندكيش الاكياس دي، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. انا مش بحب الشوربة تبقى غامقة قوي. وبعدين بظبط الملح بتاعها، وتقدري لو بتحبي حطي رشة من جوز الطيب، وبس كده. التوابل البودر ما بحطش اكتر من السبع بهارات والفلفل الاسود والملح، وخلاص. اللحمه بتاعتنا بقت بقى مستويه ودايبه. اخدت معايا تقريبا ساعه على النار عشان تبقى بالسوى اللي يجنن ده. شايفين كمان شوربتها حلوه ازاي. بركن بقى اللحمه على جنب، وبعدين هبتدي بقى اعمل بقيه الخطوات. الشوربه هنا بصفيها، وتقدري تعملي منها بقى شويه رقاق. بصراحه بتبقى حلوه قوي قوي. انا بحب كمان الرقاق اللي هو من غير لحمه، الرقاق الناشف. اما بنسقيه بالشوربه وطبقات كده والسمنه بيبقى دسم، بس بيبقى تحفه بقى مع الشوربه دي. بيبقى بصراحه يجنن. حله بقى على النار، بحط فيها 3 4 معالق زيت من الكبار. هنزل بكيلو رز مغسول، بظبط الملح بتاعه. بنزل عليه بمعلقه خل، وهنا بتخلي لون الرز فاتح كده. لو حطيت من الشوربه ما بيبقاش غامق وبيبقى حلو قوي. بقلب كويس جدا، بشوح الرز في قلب الملح كده ومعلقه الخل اللي حطيناها. وبعدين ببتدي بقى اصفي الشوربه، وانا بسقيه مش كله شوربه يعني ولا كله ميه. بعمل ميكس كده ما بين الميه والشوربه. عايزه تسقيه بشوربه اللحمه بس زي ما تحبي. بظبط الميه بتاعتنا وبغطي الحله وبسيبها تغلي، واول ما تبتدي تتشرب بنوطي عليها النار. هنا هنعمل الصلصه والدقه مع بعض. هنزل كده بمعلقه كبيره من الثوم المفروم، عشان انا هاخد منها لدقه الفته. وابتدي اقلب في الثوم كده لحد ما يبتدي ياخد لون. بعدين بنزل عليه كده ب3 معالق كبار من الخل، شويه صغيرين كده من الخل، وباخد بقى منها كميه كده عشان هزود عليها خل، وهسيبها للدقه على جنب. وبقية اللي في الحلة هنزل عليه بقى بصلصة الطماطم اللي ضربناها في الخلاط. بنزل عليها بمعلقة من الفلفل الأسود صغيرة، ورشة من الشطة، وبظبط الملح، ونص معلقة صغيرة من الكمون، وبس كده. الصلصة دي بقى كده بالثوم والخل وشوية التوابل البسيطة اللي حطيناها بتبقى تحفة. العيش انا بقطعه بالشكل ده، بقصه وبحط عليه دهنة من السمنة البلدي او الزيت، بدخله الفرن وكل شوية بقلبه، وبيطلع معايا مقرمش بقى وتحفة. شايفين كمان هنا قرمشته عاملة ازاي. شكله بصراحة وطعمه يجنن. بس بقى بنزل عليه كده شوية كده من هنا. حمرت اللحمة، بحمرها في ميكس كده ما بين الزيت والسمنة. الأكلة دي بتبقى دسمة شوية، بس بصراحة بتبقى حلوة جدا. بظبط بقى كده العيش بشوية من دقة الثوم، وعليها كبشة صغيرة من الشوربة، وكمان شوية من الصلصة، بيخلوا العيش في حتة تانية خالص. وبرضو يحتفظ كده ويبقى مقرمش، مش هنزود الشوربة عليه. هي كبشة صغيرة من الشوربة ومن الصلصة. ظبطي الصينية بتاعتك وقدميها بأي شكل. أحسن فتة هتجربيها.
شوية من الصلصة كده فوق الوش، خطيرة بجد يعني، صينية عظمة. اللحمة اما اتحمرت كده بقى راحت في حتة تانية خالص. تقدري تسيبي شوية كده في الشوربة. انا بحمر على قد اللي بستخدمه والباقي بسيبه في الشوربة، عشان زي ما قلت لكم تاني يوم مش بحب اقف كتير بقى واعمل، يبقى عندي لو عايزة احضر صينية فتة تانية يبقى عندي اكل لتاني يوم العيد بنفس الطريقة. شكلها تحفة. ما تنسيش بقى تحطي عليها شوية. شايفين اللحمة دايبة ازاي؟ اللحمة يا جماعة تحفة. الحتة الملبسة دي يعني بتبقى تجنن. شوية بقى كده من دقة الثوم، خطيرة. لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي ما تنسيش لايك وشير للفيديو، وكمان تشتركي في قناتي عشان قناتي تكبر بيكم، وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. وعملت جنبها شوية بتنجان مخلل، مش قادرة اقول لكم يعني كملنا العظمة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.